السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا ضال لمن هداه ولا هادي لمن أعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في شهر فضيل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وقراءة القرآن، آمين آمين يا رب العالمين. ولأن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن على جبريل مرتين في آخر عام من حياته صلى الله عليه وسلم. شهر القرآن، نزل فيه القرآن، فكان لابد لنا أن نتدبر هذا القرآن، أن نتدبر ما نقرأه. تفكرت كثيرا في هذا الدرس الذي يجمعنا فيما نتكلم. باتفاق نريد الكلام عن القرآن، لكن في أي شيء من القرآن نتكلم. كان بعض الاقتراحات ان احنا هناخد جزء عامة، طب هناخد من اسباب النزول، طب كذا طب كذا، لكن سبحان الله العظيم كأن الله عز وجل يعني صرف قلبي الى فكرة ان نربط معاني القرآن ببعضها البعض في كل جزء على حدة. ازاي؟ كل واحد فينا في هذا الشهر الفضيل عنده ورد من القرآن، سواء كان هذا الورد هو بيسمعه في التراويح أو الورد ده بيكون ورد قراءة من قراءته، فبياخد جزء. المفترض على الأقل إنك تخلص كل يوم إيه؟ جزء، عشان في آخر الشهر تبقى خلصت كام؟ 30 جزء. فلما نيجي نقول للناس، نقول لهم يا جماعة احنا عايزين نتدبر الجزء دوت واحنا شغالين، يعني نفهم هو الجزء ده بيتكلم عن إيه. فيقول لك الموضوع صعب قوي، يعني الموضوع ده هياخد وقت كبير. فنقول له لا، الدرس ده ممكن يبقى في حدود ساعة واحدة، واحنا اخترنا ميعاد بعد العصر لان معظم الناس رجعت من ايه؟ من اشغالها. وكده كده الوقت دوت لو انت روحت فيه البيت حاجة من الاثنين، يا هتلاقيهم في البيت انزل هات واطلع هات وروح وتعالى، واما ايه؟ واما هتاخد بعضك وايه؟ وتنام، صح ولا لا؟ فسيب بقى ده كله وتعالى فين؟ في المسجد، تمام؟ منها يعني هربت ومنها استفدت، صح ولا لا؟ استفدت، لان دي استفادة. ففروا ايه؟ ففروا الى الله. فاحنا عايزين نستفيد، فهناخد كل يوم جزء، الجزء اللي عليه الدور. احنا هيفوتنا في الموضوع دوت، في الفكرة دي المشكلة ان هتفوتنا اول جزئين، بس مفيش مشكلة ان شاء الله رب العالمين باذن الله نتداركهم فيما ايه؟ فيما بعد. لكن هناخد من اول جزء تلك الرسل. احنا هنبدأ النهاردة الليلة الثالثة من ليلة التراويح، فعلى الأغلب إن إما الناس قرأت تلك الرسل فضلنا أو لسه هيقرأ تلك الرسل. لكن أنا أطالبك من أول بقى ما اتفقنا خلاص من البداية دي، إحنا الجزء اللي إحنا هنقرأه مع بعض، تمام، أو هناخد التدبر بتاعه مع بعض، عايزك تقرأه مع نفسك، أو لو هو عليه الدور في التراويح تعيشه بنفس اللي إحنا إيه؟ بنفس اللي إحنا قلناه، حتى يؤتي الثمرة المرجوة. تمام؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الله عز وجل فاضل بين الرسل، فاضل بين الرسل. فالرسل جميعا ليسوا سواء، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وعندنا أيضا من الرسل أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تمام. فأيضا الرسل درجات، ورفع الله عز وجل بعضهم فوق بعض درجات. الذين جاءوا من بعد الرسل اقتتلوا فيما بينهم، الكل يريد أن يثبت أن الحق معه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد ابتلى البشرية، ابتلاهم بالحق والباطل، فدائما هناك حرب بين الحق والباطل، حتى يكون ثم في الآخرة جنة ونار. صحيح؟ بعد ذلك يبدأ كده بداية بيمهد لك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فيجي في البداية بيهيأ لك أمر الإنفاق. تمام. وبعد كده تيجي الآيات بتاعة آية الكرسي. يجي بقى بعد كده في هذا الربع تجد أن هذا الربع كله يقين، كله يقين، يبني في وجدانك اليقين أن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه، هو المحيي المميت سبحانه، هو الذي يحفظك سبحانه، حتى يؤكد في نفسك هذا اليقين ولا يتزعزع. فلما تيجي تقرأ آية الكرسي لابد أن تتيقن أن الله عز وجل يحفظك بهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أنه من قرأها قبل نومه لا يضره شيطان حتى يصبح. صحيح؟ يجي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فتيجي هنا الآية تبين أن الدين الحق هو دين الإسلام، ولا إكراه في الدين. ويبين الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام. يجي بقى بعد كده آيات بقى اليقين. آيات اليقين هتلاقيها في الآية بتاعت ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه. يجي النمرود يحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه سبحانه وتعالى. فالنمرود يقول أنا أحيي وأميت. إبراهيم يقول: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. يجي سيدنا إبراهيم بقى يقول له: إحياء الله عز وجل إحياء من العدم، وأنت لابد أن تحيي من العدم حتى تسمى أنك تحيي الموتى. لا، ما قالوش كده، لكن خلصها له. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال له موضوع خلاص يقفل بيه القصة نهائي. مش بتقول أنا قادر أعمل أي حاجة؟ طيب ربنا بيطلع الشمس من المشرق، طلعها أنت بقى من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خلاص خلصت. تمام. يبقى ده أول يقين أن الله عز وجل هو المحيي المميت القادر سبحانه وتعالى. يجي بعد كده: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. هو ازاي ربنا هيحيي الأرض دي بعد موتها؟ تمام. فيجي بقى سبحانه وتعالى يبين كيف يحيي الله هذه بعد موتها، فيقول الله عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقين ده ولا لا؟ يقين. ربنا سبحانه وتعالى رزاق محيي مميت،
سبحانه وتعالى. يجي يجيب لك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. إزاي يا رب تحيي الموتى؟ تمام؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليه؟ ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك إيه؟ سعيا. تمام؟ واعلم أن الله عزيز إيه؟ حكيم. تمام؟ هنا أيضا يؤكد مسألة اليقين أن الله عز وجل هو المحيي الإيه؟ المميت. طيب إيه بقى الناتج من اليقين ده؟ يعني خلاص وصلت لمرحلة اليقين، عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو المحيي المميت. أيوة عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق المحيي المميت سبحانه وتعالى. يجي بقى التطبيق العملي. إيه هو التطبيق العملي؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فيجي بقى اليقين ده لابد ينتج عنه أفعال. الأفعال دي هو الإنفاق، إنك تخرج من الفلوس اللي معاك، إنك تدي للفقراء. مش إن أنت تقول أنا عندي يقين ومع ذلك لما يجي يقول لك أنفق تقول له إيه؟ اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، صح؟ نعوذ بالله من هذه القولة. تمام؟ صح ولا لا؟ يبقى ده أبدا مش ممكن يكون يقين، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنفق كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم لله. تمام؟ قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال إيه؟ ماذا تركت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟ سبت لهم إيه؟ قال لهم تركت لهم الله وإيه؟ ورسوله. يبقى هو ده الإيه؟ اليقين. اليقين بقى يجي يعلمك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى 7 في 100 بكام؟ ب700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تمام؟ وبعدين يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان يعلمك إنك هتنفق بس أنفق من غير من وأذى. ما تجيش توقف الناس طابور وعشان الناس تشوف الحج فلان ما شاء الله بيوزع لحمة، الحج فلان ما شاء الله بيوزع شنط، الحج فلان ما شاء الله بيعمل مش عارف ايه. لا، حاول دائما ان انت تحافظ على على الناس وعلى كرامتهم. تمام؟ لان بنشوف اشياء يندى لها الجبين. والله في بعض المناطق بيقعدوا يسوفوا الناس كأن عياذا بالله يعني اعزكم الله كأن غنم. تمام؟ واحد ماسك عصايه وبيسوف الناس. ليه؟ ده من واذى، ما ينفعش. لا يجوز هذه الافعال ابدا. تمام؟ الاصل ان تعامل الفقير بالرحمه وبالرفق. تمام؟ فلو نقدر نروح لغايه بيوتهم ونسيب لهم يبقى احنا كده عملنا معاهم الصح، لا من شاف ولا من دري. صح ولا لا؟ زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وجدوا خطوط على كتفه بعد موته وهم بيغسلوه، لقوا خطوط كده موجودة على كتفه. فقالوا هذه الخطوط لا تكون إلا لحمال. الخطوط دي مش ممكن تبقى لواحد شيال. وزين العابدين بن علي كان راجل أصلا غني جدا ثري جدا عنده خدم، فازاي الخطوط دي؟ كنت شغال شيال. فسألوا غلامه قالوا ما هذه الخطوط التي وجدناها في سيدك؟ قال الآن أقول لكم. خلاص هو مات دلوقتي أنا أقول لكم. قال إن سيدي كان إذا جن عليه الليل يحمل جوالات الدقيق ووضعوها أمام بيوت الفقراء. كان بيشيل شوال الدقيق يشيله على كتفه ويطلع بيه يوديه لفين؟ قدام بيوت قدام بيوت الفقراء. شوف الكلام، إخلاص عشان ما حدش يشوف، ما حدش يعرف. لغاية لما مات ما حدش عارف، وطلع ان هو بيكفل مئات من بيوت المسلمين. ما عرفوش مين اللي بيكفلهم الا بعد لما الا بعد ما مات. صح ولا لا؟ يبقى هو ده، بلاش من واذى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعدها في الربع بقى يبدا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. يعني مش لازم تتصدق،
يا عم قول كلمة ايه؟ كلمة حلوة، كلمة حلوة. ربنا غني عن صداقتك، صح ولا لا؟ قول كلمة حلوة، قول الله ييسر لك أمرك، قول ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، قول ربنا يكفيك بحلاله عن حرامه، تمام؟ قول ربنا يغنيك من فضله ولا تسأل أحدا. قول له كده. كل ده قول ايه؟ قول معروف. القول المعروف ده أحسن من الصدقة اللي بيتبعها ايه؟ أذى. أنا مش اديتك امبارح، هو أنت كل يوم، هو أنت مش عارف ايه، صح ولا لا؟ لا، قول قول معروف أحسن من إنك ايه؟ من إنك تتصدق صدقة وهذه الصدقة ايه؟ يتبعها أذى. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجي بقى يعلمك ويقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والإيه؟ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. مش فاهم يا عم شيخ ايه بقى الكلام ده؟ احنا كده دخلنا في الايه؟ دخلنا في الغويط قوي. اقول لك تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما تجيش الصدقة اللي انت بتعملها والخير اللي انت بتعمله تيجي تضيعه بكلمة فيها شر، بزعيق تزعقه لليه؟ للفقير. قال الله عز وجل: أما السائل فلا ايه؟ فلا تنهر. ما ينفعش تنهر، هو أصلا واقف في موقف ذلة وجاي مادد ايده، وتيجي انت كمان تروح مزعق له، يبقى انت كده قفلتها ايه؟ قفلتها خالص، قفلتها خالص. لان هو هيبقى شايلها بس مش قادر يتكلم لانه ايه؟ مكسور، صح؟ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والايه؟ والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. زي واحد بينفق ماله عشان ايه؟ السمعه بقى والرياء، والناس تقول عليه بيتصدق ومن اهل الخير، صح ولا لا؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان ده هو ايه؟ حجر املس. شفت كده الرخام؟ تمام؟ شوف املس، في حاجه املس من الرخام؟ رخام املس اهو، صح ولا لا؟ لما يجي عليه شويه تراب وبعدين ينزل وابل، وابل ده يعني ماء كتير، مطر كتير، فاصابه وابل فتركه ايه؟ صلدا، تركه املسا. لا يقدر على ايه؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين. خلاص، ده معناه ان بالظبط انت لما تيجي تبطل الصدقه بتاعتك بالمن والاذى زي بالظبط ما نيجي على حجر رخام يكون عليه شويه تراب، يجي عليه شويه ميه يضيع التراب اللي ايه؟ اللي موجود عليه. التراب ده هو الصدقه ايه؟ بتاعتك. بمجرد ما نزل عليها شويه اذى وشويه من راحت الصدقه بتاعتك، خلاص ما بقاش منها حاجه، فلوسك راحت واجرك ايه؟ راح، خلصت كلها راحت. يقوم ربنا سبحانه وتعالى بقى يجي في الآية اللي بعدها يبين لك الفريق الثاني المخلص اللي بينفق بنية صالحة، فيقول ايه؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الكلام ده معناه ايه؟ الفريق الآخر ده كأن عنده جنينة كده، حديقة حلوة مليانة ثمار جميلة، تمام؟ لو جه شوية مطر، المطر ده هيعمل ايه في الجنينة والحديقة دي؟ هيعمل فيها ايه؟ هيرويها. لو هي بتنبت ايراتها تنبت 2 وايه؟ و3، صح؟ اضعاف مضاعفه. وان لم يصيبها وابل او ما جاش برضه مطر كتير، برضه ايه اللي هيحصل؟ برضه هتفضل ايه؟ تنبت، صح ولا لا؟ لانها في داخلها الايه؟ الخير ومحبه الخير لمين؟ للناس. والله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى بصير بايه؟ باعمالكم جميعا، لأنه سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويعلم ما تخفي الايه؟ الصدور. عشان كده دايما بنقول
والله يا جماعة بنقول الحمد لله ان ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان بعض الناس ممكن تتهمك باتهامات، لكن الذي يطلع على قلبك هو من؟ هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فتقول الحمد لله ان الله عز وجل هو الذي يحاسب الايه؟ العباد، صح ولا لا؟ والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. بعدين يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لك آية بقى في غاية الأهمية، لأن كتير من الناس متخيلة إن الفقير هو اللي محتاج للغني، فربنا يبين لك إن الغني هو اللي محتاج للفقير في الآية دي. يقول إيه بقى؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فإيه بقى؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بالراحة بقى كده، تخيل واحد راجل، الراجل ده كل ما يملكه من الحياة حتة أرض، الأرض دي زارع فيها شوية رز، زارع فيها شوية قمح، زارع فيها أي حاجة، هي دي كل ما يملكه. وليه ذرية ضعفاء بقى، عنده بنات بس، عنده أولاد بس الواد مثلا عاجز ولا حاجة، تمام، عنده ذرية ضعفاء نسوان بس، هم دول اللي هو كل اللي وراه، تمام. فاللي زي ده بيكون أشد حاجة لهذا الإيه؟ المال، صح ولا لا؟ ما أنا ما عنديش غير، عندي بقى شوية غنم، عندي شوية بهايم، عندي شوية حتة أرض، عندي كذا عندي كذا، وعندي ذرية ضعفاء، ما حدش هيعرف يخلفني من إيه؟ من بعدي. يعني لو جرى لي حاجة أو جرى حاجة لحتة الأرض دي، إحنا بعد كده مش هنلاقي إيه؟ مش هنلاقي حاجة، صح ولا لا؟ قال لك وله ذرية ضعفاء، فراح ربنا قال لك فأصابها إعصار، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. يعني زود على ده إن نفس الراجل ده ما بقاش في نفس قوته بتاعت إيه؟ بتاعت زمان، ده كمان كبر، تمام؟ فراح جاي إعصار نزل على الأرض دي حرقها كلها. ده كده قضي على الأخضر والإيه؟ واليابس. قال لك ده بالظبط هي حاجتك إلى الصدقة. أنت محتاج للصدقة زي الراجل الكبير في السن اللي عنده ذرية ضعفاء، والأذى اللي أنت بتعمله والبخل اللي أنت بتدخله زي الإعصار اللي ممكن يحرق الأرض إيه؟ الأرض كلها وما يبقي لكش حاجة خالص. لأن كتير من الناس يا جماعة لو ما عودش نفسه على الصدقة من وهو صغير هيكبر في السن ومش هيعرف يتصدق. والله الموضوع ده كل يوم بيزيد. أقول لك على قصة خفيفة كده. راجل كبير وهو في مرض موته، فالراجل يعني كان معروف انه ايه؟ انه ماسك. فالمهم رحت ازوره، فانا عارف ان هو ماسك. الحاج عنده شويه جلاليب ما اتلبستش في الدولاب، مليان جلاليب ما اتلبستش عدته، فاهم ازاي؟ وبطاطين ولا اتفرشوا، فاهم ازاي؟ فهو في مرض موته. انا عايز افكره، لان الحاجه دي لما تخرج وهو اللي مخرجها احسن ما هي هتخرج برضه، بس ممكن يخرجها الورثه مش هو، صح ولا لا؟ فانا عايزه هو اللي يخرجها. فهو اصلا خلاص في مرض الموت، فتعبان جدا يكاد يكون في ايه؟ في غيبوبه. فبقول له يا حاج شويه الجلاليب والبطاطين اللي في الدولاب دول لو نخرج منهم لله. قال لي لا سيبهم يا ابني. فاق مش قادر، ما هو ما تعودش. هو ده بقى اللي عايز اوصله لك. انت لازم تعود نفسك انك تنفق وتدي، عشان لما يجي الوقت اللي انت احوج ما يكون فيه انك تعطي وتنفق
تلاقي. انما انت سنين عمرك كلها ماسك 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 ماسك، متخيل ان انت هيجي الوقت اللي انت محتاج فيه هتلاقي هتمسك برضه. ما انت ما تعودتش انك تدي، ودايما بتدي نفسك مبررات، اصل ما يستاهلش، اصل فلان، واصل انا عارف، واصل هياخدوا الفلوس يعملوا بيها ايه يا عم انفق. هذه الصدقة لا تقع في يد الفقير، وإنما تقع في يد من؟ في يد الله عز وجل. قيل تصدق اليوم على زانية، قيل تصدق اليوم على سارق، لعل السارق يتوب ولعل الزانية تتوب ببركة هذه الصدقة التي تصدقت بها. ما انتش عارف هي رايحة فين، لكن أخلص النية وإيه؟ وتصدق، خرج. يقوم تلاقي الآية اللي بعدها تيجي في نفس السياق، يقول إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. معناها إيه الكلام ده؟ قال لك ولا تيمموا الخبيث منه، ما تجيش على الجلابية اللي اتهربدت وتيجي تقول لها يا حاجة طلعيها لله بقى، دي خلاص، دي اتبهدلت، ما بقتش جلابيه. هي دي اللي هانت عليك هتطلعها لله. ولا تيمموا الخبيث ايه؟ خبيث منه. ما تنقيش اقدم حاجه عندك وتطلعها لله، لان لو ربنا عاملك بنفس المعامله والله ما هتكسب. صح ولا مش صح؟ معلش، ده انت لو قعدت على بحر وقعدت تصيد وطلع لك في كل سناره طلع لك فيها سباريه ولا بساريه، هتعمل ايه؟ هتبقى فرحان ومبسوط؟ ولا عايز سمك كبير؟ عايز احسن حاجه. صح ولا مش صح؟ هو انت عايز في رزق ربنا احسن حاجه ولما تيجي تخرج له اسوأ حاجه؟ ظلم ده. صح ولا مش صح؟ ما ينفعش نعامل ربنا كده. ولا تيمموا الخبيث ايه؟ منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني ده لو اتعرض عليك نفس الجلابية دي وانت بقيت الفقير والله ما هترضى بيها. صح ولا مش صح؟ لذلك ربنا يقول لن تنالوا البر حتى ايه؟ تنفقوا مما تحبون. انت مش هتنال البر إلا لما تنفق من اللي انت بتحبه. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعطر الدراهم، تعطرها لأنها تقع في يد من؟ تقع في يد الله. أنا عايزك تحاول بقى طبق الكلام اللي بنقوله ده علشان نبقى عايشين فعلا مع القرآن. بنطلون جديد جالك وانت الحمد لله رب العالمين عندك يجي 3 حلوين وشايلين معاك الدنيا، هات البنطلون الجديد وطلعه لله. طب ما اخد واحد يعني في الرمق ونسيب الجديد؟ لا، طلع الجديد، طلع الجديد، اتدرب بقى. ما احنا عايزين نخرجها من ايه؟ من قلبنا. صح ولا مش صح؟ لان الدنيا لما بتتعلق بالقلب الموضوع بيبقى صعب، بيجي يخرج كأنه يعني بيروح بتخرج معاه. صح ولا؟ كثير من الناس على هذه الطريقة إلا من رحم الله عز وجل. لكن الأصل إنك تحاول وتجاهد، تحاول إنك تصل لهذا الأمر. ولا تيمموا الخبيث منه. وبعدين بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان دايما بيعدكم الفقر. لما تيجي تخرج الدنيا غلا والدنيا صعبة، واحنا لاقيين ناكل عشان نودي للناس. هو احنا هنعمل ايه طيب؟ يا عم هي ناقصة، يا عم كل واحد فيه اللي مكفيه، يا عم ده احنا خلاص غرقانين ووصلت لنا لغاية هنا. يا عم افهم، ده الصدقة هي اللي هتنجيك. والله العظيم الصدقة هي اللي هتنجيك. الصدقة هي اللي هتخرجك من المشكلة والمعضلة اللي انت فيها. احنا محتاجين للصدقة، انت اللي محتاج لها مش الفقير.
انا مش لسه قارئ عليك الايه اود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب. تمام؟ ليه؟ انت اللي محتاج، انت اللي عايز تنجح. الصدقه دي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها صدقات السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. يعني لو ربنا غضبان عليك الصدقه دي تطفئ غضبه سبحانه وتعالى. انت ما بتلاقيش واحد والله يا جماعه في عز الازمات حتى يوم القيامه اذا برجل يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يوم القيامه وتاخذه ملائكه العذاب فينظر حوله، ربنا يلاقيه ايه؟ قاعد يتلفت. فتسأله ملائكة العذاب أتذكر خيرا فعلته قط؟ أنت فاكر حاجة خير عملتها؟ فيقول لهم أو خلاص بقى، عارف أنت، نعوذ بالله من هذا الموقف، نعوذ بالله من هذا الموقف. فيقول له يا رب لا أجد خيرا فعلته إلا أني كنت أجد المعسر، كان يقرض الناس، فأجد المعسر فأنظره، فإذا وجدته معسرا عفوت إيه؟ عنه. تمام؟ يعني يلاقي الموضوع شديد عليه ومش عارف يدفع الفلوس، يروح جاي إيه؟ يقول له خلاص روح، هي لله. تمام؟ بس فإذا بالله عز وجل يقول له قد عفونا عنك بما عفوت إيه؟ عنه. شوف الصدقة لحقته من أخطر حاجة، من النار. صح ولا لأ؟ الصدقة دي هتلاقيها بركة في أولادك، هتلاقيها بركة في ذريتك، هتلاقيها بركة في فلوسك، في كل حاجة. تمام؟ فلذلك اوعى تفتكر ان هي دي اللي تضيعك ابدا. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من ايه؟ من يشاء. شفت جت فين؟ يؤتي الحكمة. الحكمة اللي هي ايه بقى؟ الحكمة انك تفهم الصح، انك ما تسمعش كلام الشيطان، انك تسمع كلام مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ هي دي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكره إلا أولو الإيه؟ الألباب. وبعد كده يقول إيه؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. أي نفقة هتنفقها الله عز وجل يعلمها، أي نذر هتنذره الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى. أي حاجة بتعملها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت ما تحاولش تعرف الناس، ما تحاولش تقول للناس، المهم أن ربنا إيه؟ يعلم. حتى لو كانت في السر، حتى لو كانت في السر الله يعلمها ويخبئها لك ويربيها لك. صدقة السر الله عز وجل يربيها لك كما يربي أحدكم فلوة، يعني زي النقرة كده الصغيرة. تمام؟ واحد قاعد يربي إيه؟ فيها. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يربي لك الصدقة كما يربي أحدكم إيه؟ فلوة. تمام؟ يبقى إذن اوعى تقلق، اوعى تخاف، اعرف ان كل ده باقي لك وكل ده مستنيك، مستني لك في عيالك، مستني لك في زوجتك، مستني لك في بيتك، مستني لك في بركة في علمك، في كل شيء ربنا سبحانه وتعالى هيربيه لك بسبب الايه؟ الصدقة دي. وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ ان تبدوا الصدقات فنعمة هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني لو انت ابديت الصدقات، يعني عملتها علانية، ما فيهاش حاجة، ما فيش نهي عن كده، فنعم ايه؟ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ده الافضل لايه؟ لقلبك انك تخفي، لان الواحد برضو لا يمنع ان الواحد عنده حته كده شويه مع الايه؟ مع الناس، يعني بيحب الناس تشوف، بيحب الناس، يعني يحب يسمع ثناء الناس. صح ولا لا؟ كلنا هذا الرجل، لكن المرض ده بيتفاوت وقد يذهب بكل عملك. صح ولا لا؟ ان انت بتحب لو حد جه قال لك والله بص انت عندك عيوب 1 2 3، مش عايز تسمع وعايزه يمشي ومش عايز تقابله اصلا ولا عايز تعرف الراجل ده، هو كل ما اشوفه
ويقول لي عندك عيوب 1 و2 و3. يا عم انت مالك ومالي. انما تعالى على واحد تاني، الله انت ما شاء الله عليك، انت من جوه قلبك طيب والله، ما شاء الله عليك والله العظيم. ان انت عارف لما انت عملت كذا من الخير يعني كان حاجه جميله، ولما عملت كذا والله ما شاء الله عليك. الراجل ده حبه بيتملك من ايه؟ من قلبك، صح ولا لا؟ ليه؟ بيقول لي كلام حلو، صح ولا لا؟ تمام؟ فالواحد اصلا مشكله مع الايه؟ مع الناس انك بتحب تسمع الكلمه الايه؟ الكلمه الحلوه. فربنا سبحانه وتعالى يجي يحميك، يقول لك ايه؟ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ايه؟ خير لكم، احسن لك. ايه؟ اخفيها. ما هي حاجات كتير الناس بتشوفها، صح ولا مش صح؟ الحاجه اللي هتعرف تداريها داريها، صح؟ تمام؟ احسن لك، احسن لك. لانك انت لما تيجي تبص على اركان الاسلام تلاقي اركان الاسلام ال5، هتلاقي عندك شهاده ان لا اله الا الله، قول بالايه؟ باللسان، ظاهر للناس ولا لا؟ ظاهر. تمام؟ اقام الصلاه يكون للرجال فين؟ في جماعه، ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. ايتاء الزكاه بيت مال للمسلمين ولازم تروح وتدي فيه ايه؟ الزكاه بتاعتك، ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. حج بيت الله الحرام، ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. الوحيد اللي مخفي هو الايه؟ الصيام، لان الصيام محله الايه؟ القلب. فهتلاقي ركن واحد من اركان الاسلام مخفي، وبقيه الاركان كلها اركان ايه؟ ظاهره. فلو قدرت تخبي حاجه وتخليها بينك وبين ربنا اعمل ده، لان هي دي الاقرب للايه؟ للاخلاص. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ايه؟ ظله. منهم رجل تصدق فلم تعلم شماله ما انفقت ايه؟ يمينه. حتى الشمال ما عرفتش اليمين ادت ايه؟ ادت ايه؟ وبعدين مش لازم وانت بتتصدق تدور على الفضل، مش لازم، مش لازم. لو جت في ايدك 20 ماشي، ماشي، فيهاش حاجه. هو بس مش الخوف عليك انت، الخوف على الفقير. لاقي ال 20 جنيه طب ساكت من الفرح. صح ولا مش صح؟ والله عجبني قوي. واحد بيقول لي دليفري في مره جه، وانا شكله يعني الواد مجتهد وكويس وكده، فانا مش معيش فك. قال لي فديت له 50. قال لي في الواد خد ال 50 بعدين قال لي اعمل ايه؟ قال له هو ايه اللي تعمل ايه؟ بتاعتك. قال له بتاعتي ازاي؟ الواد مش مصدق، مش مصدق. 50 جنيه ليه؟ هو بيسيب له 2 جنيه، يسيب له 3 جنيه، 5 جنيه، سيب لي 50 جنيه. بيقول لي والله الولد يروح عند الاسانسير ويرجع، الولد دماغه مش فيه، مش قادر يصدق اللي حصل ده. هو ازاي اداني 50 جنيه؟ شوف الفرحه اللي دخلت. الفرحه دي انت ما تعرفش والله العظيم. احنا بنعمل اعمال، ممكن تعمل عمل وتنسى، لكن ممكن تلاقي العمل ده باقي لك يوم القيامه، فتجد ان الله عز وجل فرح لفرح هذا المسكين، فاثابك بهذا العمل الجنه. تلاقي نفسك دخلت الجنه ب50 جنيه. كانت بالنسبه للناس ساعتها 50 جنيه دي كتير. ولما تيجي تقول لواحد تقول له اديت الدليفري 50 جنيه، ما هو هتقول ما تقولش بقى لمراتك، لانك هتقول لها اديت له 50 جنيه ايه؟ يعني الا من رحم الله، هتقلب عليك الدنيا، صح ولا مش صح؟ فما تقولش، خليها بينك وبين مين؟ وبين ربنا سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ايه؟ خير لكم، ده الافضل والاحسن. تمام؟ يجي بعد كده انتقال تاني، وبرضه هنكمل في موضوع الايه؟ النفقه والصدقه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انت مش هتقدر تهديه. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من ايه؟ يشاء. الهدايه هدايتين، هدايه توفيق وهدايه ارشاد. هدايه التوفيق دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. هدايه الارشاد للانبياء والدعاء الى الله، ما عليهمش لانهم يرشدوا الناس، ما عليك الا الايه؟ البلاغ.
صح ولا مش صح؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فايه؟ فلأنفسكم. يعني مش للفقير؟ لا مش للفقير، والله ما للفقير، لنفسك. انت اللي محتاج انك تتصدق، انت اللي محتاج انك تنفق، انت، مش الفقير اللي محتاج لك، انت اللي محتاج للفقير. الله عز وجل غني حليم. الموضوع كله ان ربنا ممكن يستبدلك، انت تبخل وواحد تاني يتصدق، فربنا كده ايه؟ استبدلك، راحت للتاني وسابتك. صح ولا مش صح؟ يبقى مين اللي محتاج؟ انا اللي محتاج انفق، انا اللي محتاج اني انفق، مش الفقير، انا. لان الصدقه دي ممكن تكون نجاتي، ممكن تعتق رقبتي من النار الصدقه دي. تمام؟ وما تنفقوا من خير فايه؟ فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. النفقه لازم تبقى ابتغاء ايه؟ وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اي نفقه هتنفقها اعرف ان ربنا هيوفيها لك، جايه لك جايه لك. تمام؟ اوعى تفتكر تمام ان حاجه انت بتعملها وبتروح خالص. والله يا اخوه اذكر موقف كده اقوله لك سريعا، انا بحاول يعني نحكي كده حاجه في النص مع ان احنا عايزين نخلص، بس عشان ايه؟ زي ما بيقولوا نرتب الايه؟ القعده. تمام؟ والمجلس. في مره كان يعني كنا رايحين، يعني كان في اخ مسافر، والاخ ده كان يعني مفيش حل ليه الا انه لازم يسافر بره، خلاص الامور عنده ضاقت جدا ولازم يسافر. فالمهم قبل ما يسافر جم قالوا له ده انت لازم تجيب تصريح امني. راح يجيب التصريح الامني، التصريح الامني وقف. تمام؟ المهم جه، المهم بنتكلم وبتاع. كنت انا ساعتها عارف واحد، الراجل ده يعرف ناس في الامن وكذا وكذا. الراجل ده جزاه الله خير ساعده، وفعلا جاب له ليه؟ التصريح الامني وسافر. خلاص الموضوع خلص، انا نسيت اللي حصل. المهم جيت سافرت عمره، والعمره دي كانت بايه؟ يعني ما كانش فيه فلوس، يعني انا مسافر ما فيش فلوس، هو واخدها باخره، والباخره يعني كده، وكل حاجه ماشيه بالايه كده. تمام؟ المهم جينا واحنا راجعين، بدي حد اديته التذكره، اتفضل، اديته التذكره وقلت له ايه؟ اكد لي الحجز بقى بتاع الباخره وانا ايه؟ وانا راجع. فقال لي رحت وقالوا لي التذكره دي تذكره مضروبه. قلت له مضروبه؟ مضروبه ازاي؟ قال لي والله مضروبه، دول شركه السياحه نصابين ومغيرين التاريخ بتاع الايه؟ التاريخ ده اصلا كان تاريخ من شهر. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لازم تحجز باخره تاني. قلت له بكام؟ قال لي 700 ريال. 700 ريال مين؟ انا معيش 50 ريال اصلا. 50 ريال هي اللي متبقيه، اروح فين؟ مش معايا. تمام؟ قال لي طب احنا ممكن نتصرف. قلت له لا سيبها بس كده على الله، وان شاء الله لو احتجت ساعتها ايه هقول لك. قال لي ماشي. وافتكرت ان في اخر يوم اعتكاف قابلت واحد كان اسمه ابو اليزيد. القصه دي لا انساها ابدا. ابو اليزيد ده وهو في اخر يوم في الاعتكاف قال لي ايه؟ قال لي يا شيخ وليد انا رائد في المينا، ولو عوزت اي حاجه انا معاك. طبعا رائد في المينا هي ما كانتش جايه معايا قوي، لان كنا لسه في الاول، ورائد ولحيته قد كده، رائد ازاي؟ ما عندناش الكلام ده. فانا مش قادر استوعب. قلت يعني يكون بيقول لي كلام ولا بتاع، بس قلت ما فيش قدامي حل تاني غيره. رائد اساسي، يمكن يكون يعرف واحد رائد. تمام؟ وهي تمشي. كلمته قلت له يا ابو اليزيد والله 1 2 3 وانا اتنصب عليا ومش عارف اعمل ايه. قال لي شوف انت عايز تسافر امتى؟ قلت له انا كانت الباخره لحد. قال لي في واحده لحد وواحده الاثنين، تسافر على انهي؟ قلت له الموضوع سهل كده، شوف بس اللي ربنا يعني ييسره ماشي، هو انا كمان هتشرط. قال لي طب هيكلمك كمان شويه واحد. كلمني واحد قال لي انا ظابط في المينا وكذا وكذا، وقال لي يا شيخ وليد احنا منتظرينك يوم الاحد تيجي تصلي معنا الظهر. والكلام بجد ولا ايه؟ رحت لقيته ايه مستنيني، كوب بكلم القبطان بتاع الايه السفينه، وهوب جاب لي اكل قد كده،
والقبطان قابلت القبطان ودخلوني وقعدوني ومية مية وانا مستغرب، وايه اللي بيحصل؟ معيش تذكره والله العظيم، ما معايا تذكره. لكن سبحان الله العظيم اول ما جه في دماغي الموقف بتاع مين؟ بتاع صاحبنا ده. قلت سبحان الله فعلا، وما تنفقوا من خير حتى لو ما كانتش بفلوس. انت انفقت حاجه من وقتك، انفقت اي حاجه، عملت اي خير، ربنا هيوفيه لك. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. هو انت فكرك ان ربنا هيدين لك انت او انت عندك حاجه اصلا؟ تمام؟ فاي حاجه هتعملها ربنا هيوفيها لك. ده بيوفي للكافر. الكافر ربنا بيوفي له، عشان ما يجيش يوم القيامه يقول له ايه؟ يا رب انا عملت. لا، ده هيقول له انا عملت، هيقول له اديتك. صح ولا مش صح؟ فاي حاجه هتعملها ربنا هيوفيها لك، يوفي اليكم وانتم لا تظلمون. وبعدين يروح ربنا قايل له ايه بقى؟ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. في السر وفي العنايه لهم اجرهم عند ربهم، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين تعالى قلت لك اللي هيبارك لك في فلوسك، يعني عرفت البركه بتيجي منين؟ نفقه، صدقات، هو ده. طب تعالى شوف بقى اللي يضيع البركه من فلوسك كلها ايه هو يا رب؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره على فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صح ولا لا؟ تمام؟ فيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لك بقى إن الربا هيضيع كل البركة من فلوسك، وبيحذرك بالناس. ناس تقول لك البيع مثل الربا، وما أكثرهم اليومين دول. تمام؟ فتاوى بقى كده على يعني على كيفك. تمام؟ البنوك حلال وكل حاجة حلال، وحلال حلال حلال. تمام؟ كل حاجة حلال. تمام؟ ويقول لك اصل ده بيع، واصل عادي، وانت بتضارب والبنك بيضارب معاك، واصلها تجارة. يا كذاب يا ضلالي، يا كذاب يا ضلالي. تجارة ايه؟ هو البنك معاك على مكسب وخسارة؟ لا. طب هو البنك معاك على الربح، بيحسب لك من الأرباح؟ لا، بيحسب لي من رأس المال. طب فين المضاربة؟ المضاربة ليها شرطين. أول حاجة إنها تكون من الربح، تاني حاجة إن تكون مع بعض على المكسب والخسارة، فلا مكسب ولا خسارة ولا أرباح، يبقى دي مش مضاربة أصلا، ده ربا. صح ولا لأ؟ طيب يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا، يبين بقى الكلام بوضوح. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا أصلا معناه الزيادة. فهذه الزيادة التي في ظاهرها زيادة يمحقها الله عز وجل ويضيع منها البركة، مهما كان في ظاهرها إلى زيادة لكنها إلى نقصان ومحق. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رأى رجلين، رأى في المنام رأى رجلين، أحدهما على الشاطئ وآخر يسبح في نهر من الدماء. قاعد يسبح في نهر من الدم. فكان الذي على الشاطئ كلما أراد الذي في النهر أن يخرج ألقمه في فيه حجرا فرده كما كان. لما سأل جبريل قال له هو مين ده؟ مين اللي قاعد يسبح في نهر الدم ده؟ قال له ده مين؟ قال له هذا أكل الربا. كلما ظن أن ماله إلى زيادة رده الله عز وجل مرة أخرى كما كان. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني إيه يربي الصدقات؟ يزودها.
ما احنا قلنا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع ايه؟ عليم. صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى واسع عليم سبحانه وتعالى، ويربي لك هذه الايه؟ الصدقة. فتلاقي الصدقة اللي انت كنت متخيل انها قد كده تلاقيها سبحان الله العظيم هذه الصدقة أصبحت بحجم لم تكن تتخيله أبدا. ما كنتش تتخيل إن هي دي. صح ولا لا؟ طيب تعالى ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد كده يروح جايبك تاني يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيه؟ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، لو ما عملتش ده، فأذنوا بحرب. حرب حرب. طب من مين؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب مين فينا يستحمل ان يحارب ربنا ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يستحمل ده اصلا؟ تضيع دينك عشان ايه؟ دول شويه سمسر الدين. اوعى تصدق سمسرة. اللي يدفع اكتر يديله فتوى، قالها اللي هو صاحب الدار، قال لك احنا جالنا في السنة الفائتة جالنا 250,000 فتوى طلاق لم نوقع منها إلا 2. قالها كده صراحة. ده بيفتخر بده. والله يا جماعة أنا سمعته بودني. جالنا السنة اللي فاتت سنة 2022 جالنا 250,000 فتوى طلاق لم نوقع منها إلا 2. ما وقعناش منها غير إيه؟ غير 2 من 250,000. 250,000. أنا افتكرت واحد صاحبي جاي لي يقول لي يعني هو مش صاحبي قوي بس هو يعني راجل جارنا يعني. فبيقول لي يا عم الشيخ أنا عايز أعرف، أنا رميت على مراتي 28 يمين طلاق. قلت له 28 إزاي يعني؟ بتقول إيه؟ قال بقول كل مرة بقول لها أنت طالق، نروح مع بعض دار الإفتاء يقولوا لي أنت كنت غضبان. قال لي لغاية آخر مرة قلت لهم والله ما غضبان. قلت ده أكيد واحد منهم. أكيد ده واحد منهم، لأن قاعد يحلف يقول لهم والله ما غضبان. 28 مرة بيطلقها ويقولوا له أنت كنت غضبان. إيه ده؟ إجرام، والله إجرام. فلذلك يعني بعد كده نأتمن على دين الناس. كيف نأتمنهم على دين الناس؟ كيف نأتمنهم؟ الأمر يعني عظيم جدا. تمام؟ فلذلك اوعى تضيع نفسك. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن آكل الربا إذا مات فتح له في قبره نهر من الدماء، وإذا بعث قام كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وإذا وقف أمام رب العالمين أمسكته الملائكة رمحا وقالت له اذهب وحارب رب العزة كما كنت تحاربه في الدنيا. مين يستحمل كده بقى؟ حد يستحمل الكلام ده؟ فاوعى تصدق كل الكلام ده كلام باطل. تمام؟ وكل هذه الأموال البنوك أصلا ما أقيمت إلا على الربا. طيب يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسر. الناس حافظة أحاديث الدين زي القطر حافظين أحاديث الدين، لكن تيجي تقول له وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يقول لك يجيب اللي عليه الأول. ما هو صح، هو يجيب اللي عليه، لكن أنت عندك نظرة. في واحد فعلا معسر وهو نفسه يسد، شغال بإيده وسنانه، طافح الدرد زي ما بيقولوا، وانت شايف بعينك
وعليه ليك فلوس وانت كل يوم رايح جاي عليه تذله، والحمد لله ربنا موسعها عليك، نقول لك ايه بقى؟ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ايه؟ الى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك ويقول لك انك كل يوم بتنتظر فيه المعسر لك بهذا الاجر ما لا تتخيله. كل يوم لك اجر صدقة بمثل المبلغ الذي تنتظره. كل يوم بتنتظره لك مثل اجر الصدقة. شوف الاجر شكله عامل ازاي. يبقى لابد ان احنا نتراحم، لان احنا يا جماعه في الايام دي ايام صعبه على الناس كلها، ايام صعبه على الناس كلها. انا ما بقولكش اعمل كده مع اللي مقضيها يمين وشمال وقاعد يصرف ويبذخ، بس بقول لك لا، تعال على واحد فعلا معسر وانت عارف انه معسر، خلاص زي ما بيقولوا ضربوا السلك، مش عارف يروح فين ولا يجي منين، ومش عارف يديك فلوسك، ومش هيعرف دلوقتي. اقعد اذل فيه في الرايحه وفي الجايه، ولا انظره؟ والاحسن ايه بقى من الانذار؟ ايه الاحسن من الانذار؟ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ايه؟ الى ميسرة، وان تصدقوا ايه؟ خير لكم. لو تتصدق عليه بالمبلغ ده هو ده الايه؟ الافضل. تمام؟ وبعدين يجي بقى اخر آية نزلت، آخر آية نزلت في القرآن هي هذه ليه؟ الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا إيه؟ لا يظلمون. وبعدين تيجي آية الإيه بقى؟ المداينة. آية المداينة ربنا سبحانه وتعالى يعلمك فيها إنك إزاي يبقى في عليك دين، أو إزاي يحصل بينك وبين الناس تعامل في مديونيات. بعض الناس تيجي يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم الشيخ احنا ان شاء الله رب العالمين احنا واثقين من بعض والامور تمام. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه بقى؟ يقول زي ما انتم اذا انتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. لازم تكتب. ليه بقى؟ الكتابه هتخلي مفيش حق هيروح، صح ولا مش صح؟ لازم نكتب عشان لما نيجي نرجع نلاقي حاجه ايه؟ كاتبينها. واحد اخ يعني اعرفه راح يتزوج، فالمهم كل شويه يختلف هو وحماه، لا احنا ما قلناش، لا احنا قلنا، لا احنا ما قلناش. قلت له حماك راجل طيب بس شكله بينسى، قول له يا حاج احنا هنكتب اللي مطلوب منه. ليه بقى؟ يقول له احنا قلنا 10 جنيه، يقول له لا احنا قلنا 15، انت هتنسى؟ والله العظيم قايلين 10. يجيب الشيخ وليد، يجيب فلان اللي قعد معاه، حاج انت قلت 10، يقول لي لا يا شيخ وليد هي 15. لا حول ولا قوة الا بالله. فقلت له لا احنا تعالى نعمل ايه بقى؟ نكتب. عارف من ساعة ما كتبوا خلاص ما بقاش في اختلافات. ليه؟ الحاج عارف احنا هنجيب الايه؟ هنجيب الورقة اللي كتبها بايده، صح ولا مش صح؟ تمام؟ يبقى نكتب. الكتابة مش هتخلينا ايه؟ نختلف. تمام؟ انما اللي بالبق ده بيتغير، صح ولا لا؟ لا انت قلت لي، لا انا قلت لك، لا اصل ساعتها، لا افتكر، لا انت ناسي. تمام؟ لا اكتب. لا يزدان بدين الى اجل مسمى فايه؟ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. تمام؟ كل الكلام ده في موضوع الايه؟ الكتابه. ان حتى لو انت ما بتعرفش تقرا وتكتب تجيب واحد يكون بيعرف يقرا وايه ويكتب، والمهم انه يكتب وتشهد ايه؟ وتشهد ناس. وبعدين يقول لك واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وايه؟ وامرأتان. يبقى شهاده الرجل بشهاده ايه؟ امرأتين، صح ولا لا؟ ليه؟ لان الحقوق لا بد فيها من هذا، شهاده الرجل بشهاده امرأتين، يعني تعدلها شهادة امرأتين. ليه؟ لأن الست بتنسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وبعد كده يجي يقول لك خليها إيه؟ خليها قاضي. خلاص بقى ما الرجالة اتعدمت فاحنا نخليها إيه؟ نخليها قاضي. ده في الشهادة بتاعتها بنقول 2، تخليها قاضي؟
هتيجي تحكم على راجل مثلا بينه وبين زوجته وهي مضروبة الصبح، هتعمل ايه؟ تحكم عليه بالإعدام، صح ولا لا؟ ها؟ فمشكلة كبيرة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إنما لما تكون تجارة ويكون فيها داخل وخارج وأمور كتير، تمام، فدي بيبقى صعب إن أنت هتقعد إيه؟ هتقعد تكتب كل حركة للفلوس، هيبقى الموضوع صعب. لكن دلوقتي بقى أصبح فيه زي سيستم وفي زي كشكول وكذا وكذا، الأمور فيها بتكون إيه؟ بتكون أسهل. قال ليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبعتم، لكن لابد يكون في إيه؟ شهود، لازم يبقى في شهود. ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وبعد كده بقى يقول إيه؟ وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا، يعني افرض طب إحنا كنا على سفر، قال لك فلم تجدوا كاتبا فرهان إيه؟ مقبوضة، يبقى ترهن، يبقى في إيه؟ رهن. يعني أنت هتديني فلوس أدي لك مكانه، أقول لك أنا عندي الأرض الفلانية في المكان الفلاني وادي حجة الإيه؟ الأرض مقابل الإيه؟ الفلوس اللي أنت اديتها لي. لو ما وفتكش الفلوس يبقى معاك أنت الإيه؟ الأرض. ده اسمه إيه؟ رهن، صح ولا لا؟ فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا، يعني إحنا مش لاقيين حد يكتب ومعناش ورق ولا معانا قلم ولا كذا ولا كذا، يبقى ساعتها بالإيه؟ بالأمانة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن إيه؟ أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. اوعى بقى لما تكون انت شاهد على حاجة اوعى تكتم الايه؟ الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لأن الكلام ده احنا بنشوفه كتير قوي اليومين دول، تمام؟ يبقى حصل ما بين اتنين حاجة والشخص دوت يبقى ابن عمه ابن خاله وهو كان شاهد على اللي حصل، فيقول لك اصل انا لو شهدت عم الشيخ العيلة والدنيا هتخرب. كذا مرة تجيلي مشاكل من دي، يقول لي الدنيا هتخرب والعيلة هتقوم علي. فعلا التاني هو اللي معاه الحق. فأقول له ايه؟ ولا تكتموا ليه؟ الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. اوعى تكتم شهادة طالما شفت بعينك، اوعى تكتم هذه الايه؟ الشهادة، حتى ولو كانت على أخيك من أمك وأبيك. حتى ولو كانت على أخيك من أمك وإيه؟ وأبيك. قولي الحق أينما كان. يجي بقى بعدها يقول الله جل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبعدين آمن ليه؟ آمن الرسول. وأواخر سورة البقرة وما فيها من بركة. أواخر سورة البقرة طبعا تستخدم في الإيه؟ في الرقية، تمام؟ وفيها من الأدعية ما الله عز وجل بها عليم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الإيه؟ على القوم الكافرين. وتنتهي بذلك سورة الإيه؟ سورة البقرة تنتهي بإن احنا كنا اتكلمنا في أول الجزء عن اليقين، وبعد كده عن الإنفاق، والإنفاق هو سبيل البركة، وبعد كده عن محق البركة بالربا، وبعد كده عن تعاملات تاني بين الناس بالأموال اللي هي آية المداينة والرهان، تمام؟ وبعد كده تختم سورة الإيه؟ البقرة. وبعد كده تيجي بعدها سورة آل عمران. تيجي سورة آل عمران أيضا يتضح فيها أشياء عظيمة جدا. تجد أن هذه السورة تبدأ أيضا بآيات لليقين. آيات للإيه؟ لليقين. تعلم الناس اليقين، يبقى في جواك يقين بالله عز وجل رهيب، تمام؟ فتجد بعد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تجد إنها تبدأ بقى إيه؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعدين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الذين في قلوبهم مرض بيتبعوا ما تشابه من الكتاب، يشوفوا الآيات المتشابهات وهي دي اللي تفضل شغلاهم. يضرب الآيات بعضها ببعض، آيات المنسوخة بالآيات غير المنسوخة، يضرب المتشابه بالمحكم حتى يصل إلى ما يرضي هواه.
لغايه لما يوصل لما يرضي ايه؟ هواه. فيجي واحد والله يا جماعه يصل من الضلال ان هو يستدل على انضباط اتيان الرجل للرجل، يقول او ما ملكت ايمانكم. ما ملكت ايمانكم دي بتشمل الايه؟ بتشمل الرجال من ملك اليمين. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. شوف الموضوع واصل لفين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، بعض المفسرين قالوا الهاء هنا تعود على القرآن، أن الله عز وجل يسلك القرآن في قلوب المجرمين فيستدل بالقرآن على باطلهم. يستدل بالقرآن على الباطل بتاعه. ليه؟ لأنه ماشي بإيه؟ بهواه، ما بيضمش الآيات لبعضها البعض، لكن بياخد من الآيات ما يناسب إيه؟ ما يناسب هواه. فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا إيه؟ إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بعد كده بقى إيه؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يقين تاني، اوعى تفتكر إن أموال الكفار وأولادهم هو ده اللي هيخليهم ينتصروا أبدا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل ده هيروح ويزول ومش هيتبقى لهم حاجة خالص. يقوم ربنا يضرب لك مثال بأعتى أهل الأرض اللي هو مين؟ فرعون. فيقول لك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الايه؟ العقاب. عشان يبين لك أعتى أهل الأرض اللي قال أنا ربكم الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى أغرقه وجعله آية لمن خلفه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية. ده أعتى أهل الأرض، ده اللي وصل من العتو والطغيان اللي قال أنا ربكم الأعلى، ربنا جعله آية لمن إيه؟ لمن بعده. فلما يجي يقول لك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يستدل سبحانه وتعالى بعدها على طول ويقول لك كدأب آل إيه؟ فرعون. وبعدين يجي يقول لك بقى إيه؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الإيه؟ المهاد. هتتغلبوا، ومش تغلبوا بس، ده انتوا هتخسروا دنيا وإيه؟ وآخرة. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبعد كده يقول له بقى إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين. الكلام ده عن إيه؟ غزوة مين؟ غزوة بدر. فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الإيه؟ الأبصار. تمام؟ عشان يبين لك هم فئتين اهو، واحدة ضعف الثانية. كانت 300 وشوية المسلمون، وكان أهل الكفار قريش كانوا وصلوا إلى الإيه؟ 1000. تمام؟ يعني مش ضعف، مش ضعف بس، ده أكتر من 3 أضعاف. تمام؟ ومع ذلك غلبوا وانقلبوا صاغرين. غلبوا وانقلبوا صاغرين. ثم يقول الله عز وجل بقى إيه؟ بعد ما جالك اليقين وعرفت إن مش بالكثرة، مش بالفلوس، مش بالأولاد، تمام؟ مش بالعتاد، كل الكلام ده كلام فاضي. يجي يقول لك عشان تعرف بقى تنتصر على هؤلاء لابد أن تخلع من قلبك هؤلاء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الإيه؟ المآب. عشان تقدر تنتصر لازم تنزع من قلبك هذه الزينة. إنها زينة وأغلب الناس مع الموضوع ده بيبقى صعب. تمام؟ حب الشهوات
وبدأ بالايه؟ بالنساء، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت عليكم فتنة أشد من فتنة الايه؟ النساء. تمام؟ وتلاقي لما تبقى الفتنة شديدة ربنا ما يضيقش عليك، ربنا ايه؟ يوسع. لكن مين اللي بيضيق؟ احنا اللي بنضيق على نفسنا، صح ولا لا؟ طب ربنا وسع عليك ازاي؟ تمام؟ قال لك مثنى وثلاثة وايه؟ ورباع، صح ولا لا؟ تمام؟ بس انت اللي خايف. طب نعمل ايه؟ يبقى الفتنة شديدة، ايوه شديدة، الفتنة شديدة، صح صح. بس زي ما الفتنة شديدة ربنا برضو ايه؟ وسع لك، ما ضيقش ايه؟ عليك. لان ما ينفعش تبقى الفتنة شديدة قوي كده وكمان يحصل ايه؟ ضيق، هتقع، صح ولا لا؟ لكن هو ليه وسع لك؟ وسع لك عشان لو وقعت هيبقى الحساب ايه؟ سلخ، صح ولا لا؟ ليه؟ لان انا قلت لك خد اهو مثنى وثلاث ورباع. ده قبل كده يعني امرأة كانت يعني بتقول لي طب يا عم الشيخ هو ربنا قال ان خفتم الا تعدلوا فواحدة؟ ها؟ قلت لها ما تكملي. قالت مش عارف. قلت لها او ما ملكت ايه؟ يعني حتى الغلبان اللي خايف ربنا قال له خلاص خايف خد لك ملك يمين. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الرجال قد فطروا على حب الايه؟ على حب النساء. ده فطرة مش بمزاجه، غصب عنه، صح؟ ما تركت عليكم فتنة أشد من فتنة الايه؟ النساء. لكن مع ذلك الله عز وجل ايه؟ أباح لك وايه؟ ووسع لك في الايه؟ في الحلال حتى يضيق عليك سبل الايه؟ سبل الحرام. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الناس مفتونة بمسألة الايه؟ شوف هنا جاي قال لك ايه؟ الايه؟ البنين، صح؟ ما قالكش الاولاد. خد بالك بس من الكلمة دي مهمة جدا، لان الاولاد لما تيجي في القرآن بتعني الولد والايه؟ والبنت، صح؟ ربنا يقول يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني جاب بعد الاولاد جاب الذكر وجاب الايه؟ الانثى. يبقى الاولاد هنا المقصود بها الايه؟ الذكر والايه؟ والانثى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولد صالح يدعو له، ولد هنا يعني ذكر او ايه؟ او انثى. انما هنا لما جه قال لك ايه؟ يسحب شر من النساء والبنين. الايه؟ البنين. هي دي الفتنه. فتنه عنده في الولد اللي هو البنين الذكر. هو مشكلته هنا مستني ان يجي له يقول لك اصل انا عايزه يبقى ظهري، اصل انا عايز اتسند عليه، اصل انا عايزه يشيل اسمي، اصل انا عايزه يشيل بعدي، صح ولا لا؟ فتنه شديده جدا. فلذلك كل هذه من الزينه التي في هذه الحياه اللي هي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مبخله مجبنه. مبخله يعني بيخليك تبخل، مجبنه بيخليك تجبن. بعد ما كنت شجاع وما بتخافش من حاجه تقول لا اصل معلش، واصل ورايا عيال، واصل مش عارف ايه، واصل، صح ولا لا؟ مبخله. تمام؟ ان انت بعد ما كنت بتنفق وما بتخافش من حاجه، اصل احنا نسيب للواد ونسيب للبنت عشان نعرف نجوزهم ويعرف نعمل، فتلاقيه مبخله ما ايه؟ مجبنه، صح ولا لا؟ زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. مشكلته مع الفلوس كتير من الناس تلاقيه بيصلي ويصوم وتلاقيه صوام قوام، اول ما الدنيا تفتح عليه شويه والقرش يجري تلاقيه بقى عامل زي المكنه اللي قاعده تجري في الشوارع، ولا بقى في صلاه ولا بقى في اي حاجه خالص. صح ولا مش صح؟ ها؟ اول ما تفتح عليه خلاص بقى راجل اعمال، بقى راجل اعمال مش فاضي، حتى الصلاه مش فاضي يصلي، خلاص بقى راجل اعمال. يبقى ده حله في انه ايه؟ حله في انه ايه؟ يتفقر. حله في الفقر. ليه؟ ده الغنى معاه هيضيعه، صح ولا لا؟ انما طول ما هو يلاقي نفسه محتاج وعايز هيلاقي نفسه ايه؟ طول صلي ويروج الجامع والامور تمشي، وقاعد يدعي ربنا ويا رب اديني ويا رب الرزق ويا رب اصل العيال واصلهم محتاجين واصل واصل واصل. انما اول ما بيبقى معاه خلاص قله الاصل بتظهر وخلاص هوبا ساب الجامع وساب كل حاجه. تمام؟ فلذلك هذا المال ايضا من الفتن
من الفتن التي في هذه الحياة الدنيا، والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أنبئكم، أقول لك على حاجة أحسن من كده؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، أقول لك على حاجة أحسن؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللي أحسن من ده بقى الجنة اللي ربنا مبقيها لك. فاوعى تشتري الدنيا الضيعة دي الفانية دي، اوعى تشتريها وتبيع الآخرة الباقية. ده انت فيها كل حاجة، جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف الفقر اللي انت عايشه والبيت اللي قد كده، الأوضة وصالة اللي انت عايش فيها دي، في الجنة هتبقى جنات تجري من تحتها الأنهار. تمام؟ زوجة واحدة وصابر وقاعد تقول أصل خايف وأصل هتتطلق وهتعمل، فيجي يقول لك ما قالكش زوجة، قال لك إيه؟ وأزواج مطهرة. صح ولا؟ كتير. خلاص بقى. طب هتغير؟ لا خلاص ما فيش غيرة. خلاص. ونزعنا ما في صدورهم من غل. خلاص إخوانا على سرر متقابلين. هيبقى معاك حور عين ومعاك زوجات وكذا وكذا، والأمور كلها تبقى ماشية. تمام؟ لكن اوعى تبقى عايشها فقر في الدنيا وتلاقيها كمان في الآخرة ضنك. صح ولا لا؟ لأن ناس كتير كده للأسف الشديد، يعني يبقى عايشها فقر في الدنيا وما يعملش لآخرته. طب اعمل بقى لآخرتك. خلاص، ما احنا يأسنا من الدنيا دي ان هيبقى فيها فيها منفس. تمام؟ طب نعمل بقى للآخرة، ما تضيعش دنيا وآخرة. صح ولا لا؟ وبعدين يقول الله عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وبعد كده ربنا يعرفك بقى مين هم الذين أوتوا العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. مين اللي شهد على الوحدانية؟ الملائكة. ومين؟ وأولو العلم. شفت بقى أولو العلم ربنا يحطهم مع مين؟ ربنا يحطهم مع مين؟ مع الملائكة. لكن مين هم أولو العلم؟ السماسرة بتوع الدين؟ العمم ديت؟ لا، مش هم دول أولو العلم. أولو العلم لهم مواصفات معينة. فربنا سبحانه وتعالى يقول بقى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لما العلم دخل، علوم بقى كتير من علوم الدنيا، تمام، وفلاسفة وكذا وكذا، والأمور اختلطت وخلطوها بالدين، تمام، حصل الاختلاف الذي بين الناس، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من ضلال مبين. بين أهل الكتاب اليهود يقولوا كلام، والنصارى يقولوا كلام، والمسلمين يقولوا كلام، والعلمانيين يقولوا كلام. ليه؟ لأن مش مرجعهم إلى الكتاب والسنة. تمام؟ يبقى هم دول أولو العلم. أولو العلم الذين يتبعون الكتاب والسنة. ثم يقول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بعد كده بقى يجي بقى الله سبحانه وتعالى يوضح لنا مسألة الذين أوتوا الكتاب والمشاكل بتاعة الذين أوتوا الكتاب. فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. كثير من الناس هو أوتي نصيب من الكتاب، هو لم يؤت القرآن كله، هو ما يعرفش حاجة في المصحف، لكن هو يعرف من المصحف شوية آيات هي دي اللي معيشة. يعرف إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تمام؟ آيات كده معينة هو عارفها، الآيات دي مخليها عايش 100 100. تمام؟ والأمور معاه تمام. ورحمتي واسعت كل شيء. آيات دي هو حافظها تمام وحافظها صم. تمام؟ فهو أوتي نصيبا من الكتاب. هو لم يؤت الكتاب كله، لكن أوتي نصيب من الكتاب. وبعدين ربنا يقول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أنت مش بتلاقي مسلمين النهاردة بيقولوا الكلام ده؟ يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم ربنا سبحانه وتعالى ده غني عن عذابنا يا عم.
عايز تقول لك ان ربنا هيعذب الناس دي كلها؟ يا عم انتوا بس متشددين كده وشايفينها ضلمه والدنيا معاكم على طول صعبه كده، صح ولا لا؟ مش عايز يسمع ان في عذاب، مش عايز يسمع ان في ايه؟ نار، صح ولا لا؟ عشان كده تلاقي تجديد الخطاب الديني دايما يقول لك تجديد الخطاب الديني. نجدده ازاي يا جماعه؟ ما تتكلمش دايما عن النار ابدا، اتكلم عن الايه؟ عن الجنه. اتكلم عن الجنه، تلاقي دايما كلام بهذه الايه؟ الطريقه. ما تتكلمش عن الموت، بشر الناس، تمام؟ ما تتكلمش مع الناس عن احكام الصيام والحاجات اللي تفطروا وكلام من ده. يا عم قرب للناس والموضوع يبقى بسيط، صح ولا لا؟ تمام. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. تمام. هو ده اللي وصله للحاله دي من الضلال الذي وصل ايه؟ الذي وصل اليه. بعد ذلك بقى قل اللهم مالك الملك، تيجي بقى ثناء على الله رب العالمين وصفات لله، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وبعد كده يقول ايه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين. لان اهل الكتاب لما ضلوا ووصلوا الضلال ده، المؤمنون لو اتبعوهم ايه اللي هيحصل؟ سيتبعوهم في ايه؟ في ضلالهم، وسيصلون الى ما وصلوا ايه؟ اليه من الضلال. تمام. فلذلك الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الايه؟ المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله ايه؟ في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. تمام. اوعى، احنا ما بنتخذش الكفار اولياء، انما ولاؤنا لاهل الايه؟ الاسلام، صح ولا لا؟ عشان كده قلتها لك كتير جدا جدا جدا. الاخوه مش اخوه مجرد اخوه وطن، الاخوه اخوه ايه؟ دين وايه؟ واسلام. فاخي هو اخي المسلم ولو كان في امريكا، اخي هو اخي المسلم ولو كان في بريطانيا، ولو كان في دولة من دول الكفر هو أخي، لأن الذي يجمعنا هو الإيه؟ الإسلام. يبقى مش اللي بيجمعنا هي الوطنية، اللي بيجمعنا هو الإيه؟ الإسلام. وإلا هتلاقي أخوك هيبقى فرعون. ما هي لو الوطنية اللي كان مصر زيك مين؟ فرعون، صح ولا لا؟ هيبقى دوت أخوك، مش هنخلص، صح ولا مش صح؟ تمام. لكن أخوك هو أخوك في الإيه؟ في الإسلام. أخوك هو أخوك في الإسلام. فلا توالي أحد إلا أهل الإيه؟ الإسلام. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعني حتى لو كنت بتتخذ هؤلاء أولياء وبتخفي الكلام دوت، الله عز وجل يعلم ما في إيه؟ ما في نفسك، حتى ولو أخفيته ولم تبده إيه؟ للناس. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وبعدين يقول لك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كل حاجة هتلاقيها يوم القيامة. أول ما تتعرض على ربنا هتقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خلصانة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وبعدين تيجي الآية بقى يعني التي تفضح فاضحة. قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني. يبقى حب الله مشروط باتباع مين؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تقولش أنا بحب ربنا وأنت أصلا ما أنتش متبع وأنت أصلا مش مستني. إنما حب الله عز وجل مرتبط باتباع مين؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الربع اللي جاي ده كله بقى بيتكلم عن إيه؟ كل الربع ده هنلخصه كده في كلمتين. كل الربع اللي جاي إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هتلاقي ربنا بقى بيحكي لك قصة أهل الكتاب، قصة أهل إيه؟ الكتاب. ومنشأ النصارى جت منين مسألة النصرانية وجم منين. هتلاقي في ربنا سبحانه وتعالى يحكي لك امرأة عمران، تمام، لما قالت إني نذرت لك ما في بطني إيه؟ محررا. وهو ده النذر الإيه؟ ده النذر المستحب. إنك لما تيجي تنزل لربنا تنزل له نذر محرر، ما تبقاش نذر مشروط. يعني ما تقولش يا رب لو نجح هعمل، لو ربنا شفيته هعمل. ده كله اسمه نذر ايه؟ مشروط. انما الاصل انك تنذر نذر ايه؟ محرر.
اللي هو نذر امرأة عمران، قالت له إني نذرت لك ما في بطني إيه؟ محررا. تمام؟ ولذلك هي نظرته على إنه ولد هيجي هيتربى فين؟ في بيت المقدس. حملت وضعت لقيتها إيه؟ أنثى. فلما وضعتها رب إني وضعتها إيه؟ أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تمام؟ فيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منها. ما هي بتنفذ النذر بنت وبرضه راحت وهبها لفين؟ لبيت المقدس. نفذت الايه؟ النذر. فيجي بقى البركات تنزل من الله عز وجل على هذا الوفاء بالايه؟ بالنذر. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا يقرأ بإيه لمريم؟ مين يقول؟ ها زكريا يقرأ بإيه لمريم؟ ها تمام. هو زوج أختها. زوج أختها ليه؟ الكبير. زوج أختها الكبير. لأن يحيى هو ابن خالة إيه؟ ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام. يحيى ابن خالة إيه؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. يبقى زكريا هو زوج أختها لأن أبوها وأمها كانوا كبار في السن. أبو مريم وأمها كانوا كبار في السن جدا، طاعنين في السن يعني. تمام؟ فما كانش متبقي غير مين؟ هو زكريا وأختها. تمام؟ فهم دول اللي خدوها وكفلوها. تمام؟ فزكريا كان يدخل عليها كلما دخل عليها زكريا محرم وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير إيه؟ حساب. راح ربنا قال لك هنالك دعا زكريا ربه. قال لك ده رزق بقى ومن غير حساب، ده المكان ده مليان أرزقه فندعي. فراح داعي ربنا بالإيه؟ بالولد. فاستجاب الله عز وجل له وأعطاه الإيه؟ الولد. ربنا لما اداله الولد اداله مين؟ يحيى عليه الصلاة والسلام. فنادته ملائكته وقيمه في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال له يا رب طب ازاي يبقى لي غلام وانا بلغني الكبر ووصلت اللي انا وصلت له دوت؟ فربنا سبحانه وتعالى يجعل له آية. تمام؟ وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لمريم الأمر والله عز وجل يبشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام. فيقول الله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى إيه؟ عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الإيه؟ ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكالا ومن الصالحين. قلت له يا رب طب ازاي يبقى لي ولد ولم يمسسني بشر؟ فراح قال لها إيه بقى؟ قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فإيه؟ فيكون. هيكون خلاص الموضوع خلصان. تمام؟ وبعد كده بقى يجي بقى عيسى عليه الصلاة والسلام يعطيه الله عز وجل من المعجزات أنه إيه؟ يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. كل هذا بإيه؟ بإذن الله. وبعد كده يعرف بني إسرائيل ويقول لهم إن هو نزل إليهم لماذا؟ ليحل لهم بعض ما إيه؟ ما حرم عليهم. فيقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. بعد كده بقى تيجي الآيات أيضا لتكملة قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يذكر آية في غاية الأهمية فيقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن إيه؟ أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن إيه؟ مش مسيحيين؟ قال إيه؟ قالوا إيه؟ بأن إيه؟ مسلمون ولا مسيحيون؟ قال بأن مسلمون. يبقى إن الدين عند الله ليه؟ الإسلام. صح ولا لا؟ افهم دي واعرفها كويس جدا. ما نزل نبي من الأنبياء إلا ونزل بالإيه؟ بالإسلام. يعني سيدنا عيسى ما جاش بالنصرانية وسيدنا موسى جه باليهودية، ما حصلش. سيدنا موسى جه بالإسلام وعيسى جه بالإسلام والنبي محمد جاء بالإيه؟ بالإسلام. واصل لك كلام ده كلام مهم جدا. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الإيه؟
الخاسرين. والله عز وجل هيجي الآية هتقول إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولكن كان إيه؟ حنيفا مسلما وما كان من الإيه؟ من المشركين، عشان الموضوع يدخل في دماغك وما يخرجش إن ما فيش حاجة اسمها كده. الدين هو الإيه؟ هو الإسلام. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمكر اليهود ويريدون أن يتوفوا، يريدون أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا بالله عز وجل يرفع عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذا بالله عز وجل يوضح لنا ويقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من إيه؟ من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الإيه؟ من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اللي يجي بقى يجادلك في الكلام ده تاني قول له تعالى. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الإيه؟ على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. وبعد كده يبين بقى أهوت يقول لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي ليه؟ والله ولي المؤمنين. فيحذر الله عز وجل في الربع الأخير برضو يحذر من أهل الكتاب واتباع أهل الكتاب، فيقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تمام. وهتجد الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب، الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب في زماننا هذا اللي هم بيقولوا الأحاديث اللي الضعيفة، تلاقي دايما يقول لك أحاديث ضعيفة وكذا 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 عشان يقربك وعلشان يفهمك وعلشان يوريك، لكن هو في الآخر يريد إضلالك ولا يريد معرفتك للإيه؟ للحق. هؤلاء هم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. تمام. فيبين الله عز وجل لهؤلاء ألا نتبع أهل الكتاب في أمر من أمور حياتهم، فتجد أن الربع المتبقي كله يسير على نفس النسق، عدم اتباع أهل الكتاب وعدم الفتنة بأهل الكتاب وألا نتبعهم في أي أمر من أمور حياتهم. وبكده تبقى خلصنا ليه؟ خلصنا الجزء تمام الذي قررناه على إيه؟ على أنفسنا. فالأمر سهل ويسير، لكن لا يحتاج منك إلا مجرد إنك أنت يعني يبقى معاك حتى كلمات القرآن وأنت بتقرأ الإيه؟ الجزء، هتلاقي نفسك عايش الجزء ده. لو إنك قرأت الجزء بنفس الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها دي واتخذتها كأنها حكاية ترتبط كلها ببعضها البعض، ستجد الثمرة في قراءتك. أما أن أنت تقرأ لمجرد القراءة وخلاص ويعدي عليك الآيات وأنت ما انتش فاهم هو إيه اللي بيتقال، بيكون الأمر أصعب جدا جدا جدا. فلذلك تدبر كتاب الله عز وجل. اللهم علمنا منه وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا يا رب العالمين. اغفر لنا الذنوب والزلات، تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين، وتقبل منا صالح الأعمال، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عز وجل إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يفتح عليك. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يبارك فيك.